يعني ايه اكاديميه؟ بص، انا لما كنت في الكليه ما كنتش اعرف اي حاجه نهائيا عن الناس اللي بيبقوا ضباط، غير ان هم في الثانويه العامه بيقدموا على حربيه يقعدوا 4 سنين وبعد كده يتخرجوا يبقوا ضابط بنجمه واحده ويبدا يترقى. ولكن يعني لازم تكون انت عارف، سواء انت بقى يعني راحت عليك التقديم في الحربيه ودخلت جامعه او ايا كان، او لو انت ما تعرفش، انت لو خريج مؤهل عالي تقدر ان انت تقدم اكاديميه حربيه 9 شهور بس، وبعدها بتطلع ضابط ملازم اول، معاك نجمتين ومرتب نجمتين بحياه النجمتين بقيت حياتك كلها. ده بعيد خالص عن الضابط الاحتياط اللي هو بيبقى اجباري عليك، لكن التاني اختياري وبتكمل بعدها بكام سنه بتبقى نقيب، كام سنه رائد، كام سنه مقدم، وهكذا وعيش يا باشا. ودول بيبقوا ليهم ميزه شويه عن اللي هم حربيه. يعني اللي هم الاكاديمي، الناس اللي بتتخرج من الاكاديميه بيبقوا افضل شويه تقديريا. يعني بيبقى ترقيتهم اسرع، التعامل معاهم اسرع، لان هم يعتبر معاهم كليه مش معاهم ثانويه. دي يعني حاجه، يعني انا اسف ما تزعلش اي حد من الضباط اللي بيتفرجوا يعني. بس ده الفرق بينهم، مش انت بقى انت بس عارف ايه الفرق بين ده وبين ده. رامي وحيد، بقدم محتوى في حاجات كتيره جدا. لو حابب تعملي فولو اعملي فولو، انا متاكد ان اقدر افيدك في يوم من الايام.